في 26 من نوفمبر عام 1941 غادر إسطول هجوم ياباني يتكون من 6 حاملات طائرات وبارجيتين حربيتين ومئات الطائرات. بدأت رحلة هذا الإسطول نحو نقطة تجمع تبعد 230 ميلا شمال جزيرة أواهو في هاواي. كان الهدف هو إسطول المحيط الهادي الأمريكي الراسي في ميناء بيرل هاربر، وقد كان من المقرر تنفيذ الهجوم في 7 من ديسمبر ليأخذ الأمريكيين على غفلة وشل أسطولهم لأشهر ويكلفهم آلاف الأرواح من الجنود الأمريكيين. غير أن هذا الهجوم رغم ذلك كان سيغير مسار الحرب العالمية الثانية ويمهد في النهاية لهلاك الإمبراطورية اليابانية. فلماذا هاجمت اليابان بيرل هاربر في المقام الأول؟ وكيف أدى سوء تقدير اليابانيين للتخطيط في الهجوم إلى هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من العودة إلى الثلاثينيات من القرن الماضي. لقد أمضت اليابان جزء كبير من أوائل القرن العشرين في تحديث اقتصادها وقواتها المسلحة، وكانت تطمح إلى بناء إمبراطورية على غرار الإمبراطورية الأمريكية والبريطانية والفرنسية، تستخرج من خلالها الموارد الطبيعية وتستغل الأيدي العاملة وتبني طرقا تجارية جديدة لتصبح إحدى القوى العظمى في العالم. لكن على الرغم من هذه الطموحات الكبيرة واجهت اليابان مشكلة أكبر، وهي أن أراضيها الرئيسية تفتقر إلى الموارد الطبيعية وأهمها الحديد والنفط، فقد كانت بحاجة ماسة إلى النفط لتحقيق طموحاتها العسكرية. في عام 1931 اتخذت اليابان أولى خطواتها الكبرى نحو بناء إمبراطوريتها اليابانية حين غزت إقليم منشوريا في الصين في ذلك الوقت، وكانت منشوريا غنية بالموارد التي احتاجتها اليابان، كما منحتها موطئ قدم أقوى في القارة الآسيوية للتوسع لاحقا. وعلى مدى السنوات التالية واصلت اليابان التغلغل تدريجيا في الشمال الصين إلى أن اندلعت الحرب العالمية الثانية في يوليو عام 1937. في البداية سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لليابان، إذ حققت انتصارات متتالية، لكنها في الوقت نفسه ارتكبت فظائع جسيمة مثل مذبحة نانكينغ والقصف الإرهابي للمدنيين، ما أثار إدانة دولية واسعة على اليابان بحلول عام 39. دخلت الحرب مرحلة الجمود، ومع تزايد قوة الصينيين أصبحت الحرب استنزافا خطيرا لليابانيين، ولتحقيق النصر كان لابد من البحث عن الموارد الطبيعية في أماكن أخرى. في هذه الأثناء كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الأحداث بقلق شديد، فبعد مشاركتها في الحرب العالمية الأولى اتجهت إلى سياسة غير رسمية من عدم التدخل والعزلة والحياد، أي الامتناع عن الدخول في تحالفات أو تقديم مساعدات أو خوض حروب دفاعا عن حلفائها. وأصبحت هذه السياسة الرسمية في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي عندما أقر الكونغرس سلسلة من قوانين الحياد. غير أن العالم من حول الولايات المتحدة كان يزداد عنفا واضطرابا، فقد أدت الحرب في أوروبا والفظائع اليابانية في الصين إلى التحول التدريجي في الرأي العام الأمريكي نحو التدخل في هذه الحروب، وهذا ما أتاح للرئيس فرانكلين روزفلت توقيع قانون حياد جديد عام 39 يسمح بتزويد بريطانيا وفرنسا بالسلاح بالشرط أن تدفع هذه الدول ثمن السلاح ونقلهم لهذا السلاح بسفنهم الخاصة. وتبع ذلك برنامج الإعارة والتأجير عام 1941 الذي شمل الصين والاتحاد السوفيتي دون أي شرط مقابل ذلك. ورغم أن الولايات المتحدة كانت لا تزال رسميا على الحياد، فإن موقفها الفعلي كان واضحا، وهو ما شكل مشكلة كبيرة لليابانيين. كان النفط هو المورد الأهم الذي احتاجته اليابان في تلك المرحلة. في عام 39 كانت تستورد أكثر من 94% من احتياجاتها النفطية، وكانت نحو 80% منها مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية. وكان نفاذ النفط يعني انهيار حملتها العسكرية لبناء الإمبراطورية اليابانية، وكذلك فشل طموحاتها الإقليمية الأخرى. كما احتاجت اليابان إلى موارد أخرى مثل المعادن والفحم والحديد وغيره، وهي مواد حيوية للمجهود الحربي، وكان جزء كبير منها يأتي أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. للحصول على هذه الموارد وتوسيع إمبراطوريتها كان على اليابان الاختيار بين استراتيجيتين، إما الاستراتيجية الشمالية أو الجنوبية. الاستراتيجية الشمالية يقودها الجيش الياباني، وكانت تهدف إلى السيطرة على المناطق الغنية بالنفط والفحم والحديد في الصين ومنغوليا وسيبيريا. أما الاستراتيجية الجنوبية التي دعمها سلاح البحري الياباني كانت تقوم على التوسع جنوبا نحو مالايا البريطانية وجزر الهند الشرقية الهولندية الغنية بالنفط والمطاطة. بحلول منتصف الثلاثينيات كانت الاستراتيجية الشمالية قيد التنفيذ بالفعل،
عبر الهجمات في منشوريا والصين، لكنها أدت إلى صدامات حدودية مع الاتحاد السوفيتي بلغت ذروتها في معركة خالخين غول، والتي هزم فيها الجيش الياباني هزيمة كبيرة، وأجبرت هذه الهزيمة اليابانيين على إعادة النظر في خططها العسكرية. وقد زاد من تعقيد الموقف توقيع ميثاق عدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي عام 39، ورغم إعادة التفكير مؤقتا في غزو سيبيريا عندما هاجمت ألمانيا الاتحاد السوفيتي عام 41 في أن انشغال اليابان في الصين ونقص الموارد حال دون غزو سيبيريا. مع تعثر الجيش في الصين تولت البحرية اليابانية زمام المبادرة في تنفيذ الاستراتيجية الجنوبية، ففي عام 1940 دخلت القوات اليابانية شمال الهند الصينية الفرنسية بالتفاهم مع حكومة فيشي لقطع طريق الإمداد الرئيسي للصين، وقد نجحت هذه الخطوة في عزل الصين، لكنها أثارت قلق الولايات المتحدة خاصة مع تحالف اليابان مع ألمانيا وإيطاليا. وردت الولايات المتحدة بفرض حظر على تصدير الحديد الصلب والنحاس إلى اليابان، وعندما وسعت اليابان احتلالها ليشمل باقي الهند الصينية في يوليو 41 ردت الولايات المتحدة بتجميد الأصول اليابانية كاملة ومنع بيع النفط لها، مما أدى إلى فقدان اليابان ب 94% من إمداداتها النفطية. دخلت اليابان في أزمة حادة وحاولت التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن واشنطن طالبت بانسحابها الكامل من الصين ومن التحالف الثلاثي ألمانيا وإيطاليا، والذي اعتبرته اليابان هزيمة كاملة. ونتيجة لذلك رأت أن الخيار الوحيد هو الاستيلاء على الموارد بالقوة العسكرية، أي خوض حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني التوسع جنوبا وضرب المصالح البريطانية والهولندية. ولشل هذا الرد قررت اليابان توجيه ضربة استباقية للأسطول الأمريكي في المحيط الهادي في بيرل هاربر، على أمل كسب الوقت للسيطرة على جنوب شرق آسيا والتحصين دفاعيا ثم فرض تسوية سلمية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بنيت هذه الاستراتيجية على افتراض خاطئ تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتحمل حربا طويلة ومكلفة عبر المحيط الهادي. في صباح 7 ديسمبر عام 1941 بدأت العملية في الساعة 7:55 صباحا. ظهرت الموجة الأولى المؤلفة من 183 طائرة فوق بيرل هاربر مفاجأة الأمريكيين تماما. استهدفت بعض الطائرات القواعد الجوية، بينما هاجمت الأخرى السفن الراسية في بيرل هاربر، ولا سيما البواري الحربية. وقد طورت اليابان توربيدات خاصة تعمل في المياه الضحلة، مما أدى إلى أضرار جسيمة في السفن الحربية. خلال دقائق أصيبت عدة بوارج أمريكية وانفجرت سفينة USS أريزونا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 جندي أمريكي. وتلت ذلك موجة ثانية أقل نجاحا بسبب رفع حالة التأهب الأمريكية. وخلال أكثر من ساعة بقليل دمرت أكثر من 18 سفينة حربية ودمرت 188 طائرة، إلا أن حاملة الطائرات الأمريكية كانت خارج الميناء ونجت من الهجوم. وقد ركز اليابان على تدمير البوارج بدلا من استهداف مخازن الوقود وورش الإصلاح، مما سمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتعافي سريعا بعد الضربة. في البداية بدأ الهجوم ناجحا، إذ شنت اليابان هجمات متزامنة في المحيط الهادي وجنوب شرق آسيا وسقطت عدة مناطق بسرعة، لكن هذا النجاح كان قصير الأمد. جاء الرد الأمريكي معاكسا تماما للتوقعات اليابانية، ففي اليوم التالي ألقى الرئيس روزفلت خطابه المشهور يوم العار وطلب إعلان الحرب ضد اليابان، وهو ما أقره الكونغرس فورا. ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها الصناعية والعسكرية ضد اليابان، وتلاشت آمال اليابانيين في حرب قصيرة ضد الولايات المتحدة. جاء الرد الأمريكي معاكسا تماما لما توقعته اليابان. كان الهجوم على بيرل هاربر مغامرة كبرى بالنسبة لليابانيين، فقد أدت طموحات اليابان الإمبراطورية إلى استيغاث الوحش النائم من عزلته. ومع تعبئة القوات الأمريكية الهائلة أصبحت هزيمة اليابان حتمية. ولم تهزم اليابان فقط، بل أدت إلى تطوير الولايات المتحدة الأمريكية للقنبلة الذرية التي أصبحت سلاحا فتاكا لكل العالم.